انا وانت عزيزي وانت عزيزتي المشاهده، جوانا صوتين على طول بيتخانقوا مع بعض. صوت بيقول لك خليك في اللي انت تعرفه، العب على المضمون وما تغامرش، وصوت تاني بيقول لك جرب، اتحرك، في اكتر مستنيك بره. الصوت اللي بيخليك في مكانك هو نطاق الراحه، والصوت اللي بيخليك تتحرك هو نطاق التحدي. فايه معنى الاتنين والفرق بينهم؟ والاهم، امتى محتاج تطلع بره المألوف وتغامر، وامتى محتاج تهدى وتستنى في قهوتك اللذيذه او مشروبك اللي انت تحبه وتعالى اجاوبك. عزيزي المشاهد الجميل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك في حلقه جديده من رتب افكارك. فكر معايا في مهاره انت عاوز تطور نفسك فيها. نقدر نقسم مدى تعلم المهاره دي بدايه من الصفر وحتى اعلى نقطه انت بتطمح للوصول ليها لثلاث نطاقات. النطاق الاول نطاق الراحه، كومفورت زون، وده بيمثل مستواك الحالي في المهاره دي، وممكن يكون كبير او صغير على حسب مستواك الحالي. النطاق ده مش بتواجه فيه اي تحديات، ولو طلب منك اي مهمة في النطاق ده بتعملها بسهولة بدون اي عناء، وده لانه المنطقة اللي بتحس فيها بالامان والتحكم، وفي الغالب بتكون معتمد على عادات وروتين ثابت. النطاق الثاني وهو حجمه صغير بشكل ملحوظ واسمه نطاق التحدي الامثل، اوبتيمال تشالنج زون، وبعض الكتب بتسميه نطاق النمو، جروس زون. نطاق التحدي الامثل ده هو زياده بسيطه فوق مستواك الحالي بنسبه بين 1 ل 5% حسب المهاره اللي انت مهتم بيها، وهو المساحه اللي بتبدا تجرب فيها حاجات جديده محتاجه مجهود عقلي او نفسي او بدني، وبتواجه فيها مواقف غير مألوفه بتجبرك على التكيف وتطوير مهارات جديده. ثالث نطاق هو نطاق الارتباك، بانيك زون، وفي بعض الكتب بتسميه نطاق الخطر، دينجر زون، وده بيكون اعلى فرق كبير عن نطاق الراحه بتاعك. طب ايه فائده التقسيمه دي؟ فهم التقسيمه دي هيساعدك تنمو وتطور نفسك بصوره اسرع، وكمان بيحميك من نوعيه الفشل اللي بتسبب الاحباط واليأس. لو عاوز تطور نفسك وتنمو في مهاره معينه لازم ما تستقرش في نطاق الراحه، لانك مش هتتطور ولا هتنمو لو فضلت تعمل نفس الحاجة لفترة طويلة. وفي نفس الوقت برضو تجنب ان حماسك يخليك تدخل نطاق الارتباك او الخطر، لان العواقب ممكن تكون سيئة، اقلها الاحباط واليأس بعد الفشل المتوقع. التصرف الحكيم هنا هو التركيز على نطاق التحدي الامثل. اللي هيحصل ان بعد فترة من المحاولة داخل نطاق التحدي الامثل ده هتتمكن منه ومهارتك هتزيد، والجزء ده هينضم لنطاق الراحة، فيتحرك نطاق التحدي الأمثل ده لمنطقة جديدة كانت من ضمن نطاق الخطر قبل كده. يعني مع الوقت اللي بيحصل إن نطاق الراحة في المهارة المطلوبة بيزيد ونطاق الخطر بيقل، وهكذا لحد ما توصل للمستوى المطلوب. الفترة اللي تلاقي نفسك فيها بتعاني أو مضغوط بسبب تعاملك مع شيء جديد أنت مش متمكن منه، هي دي فترة النمو وتطور. دي الفترة اللي بتكتسب فيها الخبرة بالشيء الجديد، ومع ذلك دي الفترة اللي كتير مننا بيحس فيها ان هو مضغوط وقلقان لانه مش متأكد من النتيجة، ومحدش فينا طبعا بيحب يعيش في الاحساس ده لفترة طويلة. عشان كده لو كان الشيء ده مش مفروض علينا في شغل ومش مجبرين عليه، غالبا ما بنحاولش نعمله من نفسنا بشكل اختياري، وبنحرم نفسنا من فرصة التطور والنمو في المجال او المهارة اللي مهتمين بيها. لحل المشكلة دي احنا محتاجين نفصل بين احساس السعادة واحساس الراحة. معظمنا لما بيتخيل حياة سعيدة بيتخيلها خالية من المسؤوليات، واحيانا خالية من الشغل بشكل كامل. التعب اللي هينتج عنه زيادة في الخبرة والمهارة تعب يستحق. في آخر اليوم اللي تعبت فيه مع إنجاز هتكون مبسوط فيه أكتر من اليوم اللي ما تعبتش فيه وضاع بدون فايدة. الإنسان بشكل عام بيكون سعيد أكتر لما يحس إنه بيتطور في اتجاه هدف هو بيسعى له. في كل مرة تواجهك صعوبة في مجالك أو تحتاج تتعلم حاجة جديدة بس صعبة، خد نفس عميق وبص للموضوع على إنه فرصة للنمو، وإنه بعد فترة قصيرة من التعب الشيء الصعب هيبقى معتاد، لأنه هيطلع من نطاق التحدي ويروح نطاق الراحة. فترة التعب والقلق هتعدي، لكن العائد اللي حصلت عليه هيبقى ويستمر. نطاق الراحة مش عدو، ونطاق التحدي مش هو الصديق. التوازن بين الاستقرار والتجربة هو مفتاح النمو الدائم. الحياة بتحتاج لحظات من السكون، وبتحتاج طفرات من الجرأة والتطور، وبينهم
بتكون رحلتك ناحيه نسختك الافضل، زي رحلتك في انك تشوف الحلقات اللي فاتت، تستنى الحلقات اللي جايه. رايك تحت في الكومنتات، شارك الفيديو مع معارفك واصحابك لعلهم يستفيدوا، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه.